في الفيديو ده عايزين نبدأ نتكلم مع بعض ونشوف ايه هو كونتنت كورس الشوب دروينج والتسليح على الريفت. في البداية خالص هنبدأ نظبط مع بعض السيتنج بتاعة المشروع، وهبدأ ان انا ادخل الاقطار المختلفة اللي موجودة معايا والريبار شيبس، وهنشوف ازاي كمان هننقل الكلام ده كله من مشروع لمشروع تاني بحيث ان احنا نسهل على نفسنا ونسرع الشغل بتاعنا. وبكده خلاص هنكون خلصنا مع بعض مرحلة تظبيط الشغل، ونبدأ بقى مع بعض في مرحلة الشغل. وأول مرحلة في الشغل معايا هي مرحلة الموديلنج. فعلشان كده هنشوف موديلنج للحديد لعناصر مختلفة زي البلاطات، الأعمدة والكمرات والسلالم والسملات، وكمان هندخل على الفاونديشنز وهنبدأ إن احنا نشوف مع بعض الايزوليتد فوتنج، الكومبايند، وكمان الريفت. وبكده خلاص هقولك إن إحنا خلصنا مع بعض أول مشروع وطبقنا عليه. طب ما تيجي بقى كمان نشوف المشروع التاني اللي موجود معانا. المشروع التاني بقى هنبدأ نشوف فيه مع بعض تسليح الخزان. عشان نبدأ بأول حاجة باللبشة بتاعة الخزان بالمناسيب المختلفة اللي بتبقى موجودة عندي فيه، وكمان هنشوف مع بعض تسليح الحوائط اللي بتبقى عندي مع الخزان بالكونكشنز بتاعة الحديد وبعضه، وكمان هنشوف الأعمدة والكمرات والسقف اللي بيبقى بيغطي عندي الخزان. وبكده خلاص هنكون خلصنا المشروع التاني. وبعد بقى ما خلاص خلصنا مع بعض مرحلة الموديلنج، فجه دلوقتي الدور على المرحلة اللي هبدأ أظهر فيها الشغل بتاعي والتعب والمجهود اللي أنا بذلته، وهي مرحلة إخراج اللوح. فهنبدأ فيها نشوف إزاي هنظبط الانوتيشنز بتاعنا زي الدايمنشنز، وإزاي هنظبط كمان الفاميلي بتاعة التاج للحديد اللي بيبقى موجود عندي، وهنشوف كمان إزاي هنفرد الحديد بتاعنا. وبعد ده كله هنبدأ نشوف ازاي هنظبط البرزنتيشن بتاعنا عشان نطلع لوح بكواليتي محترمة نقدر ندخل بيها وننافس في سوق العمل، واللوح دي تقدر ان انت تطلعها في شغلك عشان تقدر ان انت تعتمدها في الاخر من الاستشاري. بعد ما هنكون خلاص ظبطنا البرزنتيشن بتاعنا هنبدأ نعمل بقى من الكلام ده فيو تمبلت، بحيث ان هو هيسرع ويسهل معايا الشغل بعد كده. وهنشوف كمان ازاي هقدر ان انقل الفيو تمبلت ده من مشروع لمشروع تاني. وبعد ده بقى كله هنوصل لآخر مرحلة موجودة معايا، وهي مرحلة حصر الحديد. فهنشوف ازاي مع بعض هنقدر نطلع جداول حصر البي بي اس، والجداول دي تكون دقيقة طبعا ومظبوطة. وكمان هنطلع من الجداول دي سمري بالأقطار والأوزان للحديد اللي موجودة عندي، عشان لو أنا عوزت أعمل طلبية للحديد بتاعي في أي وقت من الأوقات في الموقع فأقدر إن أنا أعمل الكلام ده بسهولة. وبكده خلاص هنكون خلصنا وعرفنا ايه هو الكونتنت بتاع كورس الشوب دروينج والتسليح على ريفت. وانا معاكم في اي وقت لو عندكم اي استفسار او اي اسئلة.